كابتن مهران، عاوز ايه يا صاحبي؟ هو انا هلعب بكره؟ لا انت مش اساسي بكره يا صاحبي. ليه يا كابتن؟ يا كابتن انا بتمرن وباجي في ميعادي وبنزل كل التمرينات بتاعتي وما بتاخرش في التدريب وبخلص اخر واحد في التدريب، اعمل لك ايه تاني يا كابتن؟ روح يا صاحبي. يا كابتن ده ظلم. برضه مشكلة اللاعب صعب إن هو فاكر عشان بيتمرن كويس وبيعمل مجهود جامد في التمرين فده اللي يأهله إن هو يلعب في الماتشات. المشكلة مش هنا، المشكلة إن الماتشات ليها أجواء تانية خالص بتفرق ما بين اللاعب الأساسي واللاعب الاحتياطي. اللاعب الأساسي ده بيبقى عنده شخصية في الملعب، بيبقى ملتزم بتعليمات المدرب وفي نفس الوقت بيبقى ليه التركية بتاعته الشخصية اللي في الملعب. ممكن يبقى المدرب شايف إن الوقت ده وقت التمرير وهو شايف إن ده وقت التصويب فممكن يصوب الكرة تيجي جول. الماتشات الأساسية بيبقى ليها جو تاني خالص، بيبقى فيه جمهور، بيبقى فيه حكم، بيبقى فيه شدة أعصاب، بيبقى فيه محاضرة في الدريسنج روم. فبالتالي إن اللعيب الأساسي هو اللعيب اللي بيبقى مسيطر على نفسه في الحاجات دي كلها في وقت الماتش، ما بيتأثرش خالص بالناس المحيطة بيه. رقم ثلاثة أهم حاجة في اللاعب الأساسي أخذ القرار المناسب في التوقيت المناسب. يعني في مواقف في الماتشات أنت بتبقى محتاج فيها تصوب بس مش بتجيلك الفرصة 100%، فبأقل الفرص أنت بتحاول تصوب أو بتحاول تطلع الكرة قوي، اوقات بتحتاج فيها تصوب من اقل الفرص، مش لازم ان انا ابقى موجود قدامي موقف نموذجي عشان اقدر اصوب، لا من اقل الفرص ممكن اصوب. في وقت ببقى محتاج فيه ان انا اطلع الكرة اوت، في وقت ببقى محتاج اطلع فيه كورنر. ده التوقيت المناسب والقرار المناسب بيرجع للعيب، فده اللي بيميز لعيب عن لعيب تاني. قول لي ايه اكتر حاجه مخلياك حاسس ان انت لعيب احتياطي ونفسك تبقى اساسي؟